قبل لا احكي بركلات الجزاء، اني نصب علي بمباراه برشلونه اليوم. راح تقولي من نصب عليك؟ جيب هذا النصب عليك. اني دائما من تبدي المباراه اصور ستوري وانشر الاهداف، الهدف الثالث الرابع، يعني اصورهن وانشرهن واعلق عنهن بالستوري. فمن نشرت الهدف الخامس اللي سجله كانسيلو، دخل لي واحد وقال لي الهدف مو صحيح. فاني سويت يعني طبيعي تروح تشيك، رجعت شيكت الهدف، شفت اعاده الهدف ما في شيء. فتنزلت رساله له لا صديقي الهدف صحيح، قال لي لا لان ما سجل رافيني. يعني انا ما كنت متوقع، ولا انا متخيل اكو ممكن واحد، يعني انا ما متوقع احد ينصب علي. انا اخر مرحله بحياتي ان واحد ينصب علي. انت صغير، انا صدقت بيك وامنت بيك، انت طفل. نعوف هذا الموضوع اعزائي ونبدي بموضوع ركلات الجزاء. وانا اول المعترضين على ركلات الجزاء، وكنت اقول ركلات الجزاء مو صحيحه ومو حقيقيه وتحكيم وسرقه في وضح الفطور، لان اللعبات ويا الفطور هم حتى من واحد مثلا يبوك ما تبين الناس تفطر، بس انا كنت منتبه. وللاسف عندنا الركله الاولى اللي هي اثنين سوانا جواو كانسلو. الركله الاولى اللي هي هاي اللي هي طخت بايد مدافع اشبيليا، واغلب الناس تقول انه هاي ايده اللي يستند عليها، وانا من هذول الناس. بس بعد ما شفت الاعاده وحسب تحليلي وانه ارشيف فار طبعا قالوا صح، وانا ما اؤمن بارشيف فار، بس اعطيك تحليلي الشخصي انه هو اول ما تزحلق ايده كانت هيك، زين ليش رجعت فكيت ايدك هيك واخذت وضعيه السمك، فيطبق مرض عزيزي. انا اشوفها ركله جزاء. بالنسبه للركله الثانيه، شوف عزيزي، المدافع اعاق جواو كانسلو عن طريق الركبه، فهي ركله جزاء ما عليه غبار. فبصراحه حاولت اطلع اي شغله ممكن اتشلب بيها واسولف فيها المباراه، ما لقيت اي خيط على برشلونه. بس عندي فد شغله بربك بضميرك، هاي الركلات لو لريال مدريد كانت قلت بالحرام، بس احنا ناس نخاف الله، فهاي الركلات حلال ومبروك عليكم انتصار بخمسه. واشبيليا ما شاء الله يعني قررت انه تنبطح انبطاح، يعني ما ادري يعني ليش تنبطح، يعني خمسه مره كده مره واحده يعني، ولا مين مال منازل يعني ابو جمال ما لاعب. لا تنسى تسوي لي فولو عزيزي وتتابعني، راح اني انا اذكرك، لان الانسان ينسى، يعني هو يقلب مثلا يعجبه هذا الشخص، طبعا انا اعجبك انا متاكد، بس تنسى يعني تعبر بعدين يعني، فتحت تتذكرني.